اسمع معايا كده كلام الكابتن شلبوكة اللي باع الزمالك بشويه فك. اسمع كده الكابتن شلبوكة بيقول ايه. اخر اربعه هنستبعد واحد. هنستبعد الزمالك. عرفت بس خش الاهلي طلعت الزمالك. لا، ما هو انت بتقول بالنتائج والتاريخ والارقام. يعني ارتحنا من الاعلام السعودي يطلع لنا الاعلام المصري ويطلع الكابتن مدحت شلبي يقلل من نادي الزمالك. لما سالوا الكابتن مدحت شلبي مين احسن تاريخيا، طلع قال لك انا هخرج نادي الزمالك بعيد عن النادي الاهلي والنصر والهلال. تعال اقول لك بقى يا كابتن مدحت شلبي ان نادي الزمالك اكبر من الهلال ومن النصر بالارقام وبالمواجهات. تعال اقول لك ان النصر معاه 38 بطوله رسميه وسبع بطولات وديه، بالعكس ان نادي الزمالك معاه 77 بطوله محليه وقاريه. يبقى مين افضل في البطولات يا كابتن مدحت، الزمالك ولا النصر؟ تعالى كده بص على مواجهات نادي الزمالك مع النصر، هتلاقي نادي الزمالك لعب مع النصر 3 مباريات، الزمالك كسب مباراتين وتعادلوا مباراه، تعادلوا مباراه في البطوله العربيه بوجود رونالدو واصدقائه والصفقات اللي عملها النصر. وبعد ده كله نادي النصر ما قدرش يكسب الزمالك، مع ان الزمالك كان عنده وقف قيد وما عندوش صفقات. عرفت بقى ان الزمالك افضل من النصر؟ وتعالى اعرفك بقى ان الزمالك افضل من الهلال. الهلال اللي انتوا بتقولوا عليه سيد القاره، سيد اسيا، الهلال معاه 66 بطوله قاريه ومحليه، والزمالك معاه 77 بطوله قاريه ومحليه. يبقى مين اكتر، ال 77 ولا 66 يا كابتن شلبي؟ تعالى اقول لك بقى المواجهات بين الزمالك والهلال 6 مواجهات. ايوه الهلال كسب 3 مواجهات وتعادلوا مرتين، والزمالك كسب مره بس. لو هتبص على البطولات هتلاقي بطولات نادي الزمالك اكتر، فكفه الزمالك هي اللي هتطب مش كفه الهلال يا كابتن، ولا ايه؟ هي الدنيا بقت ماشيه بظهرها ولا ايه يا جدعان؟ وبعدين يا اخي يلعن ابو ام الفلوس اللي بتغير النفوس. بس كده، يلا سلام.